وبرحب بيكي معانا. اهلا وسهلا. لقاء، يا ريت تقولي لي الحادث حصل ازاي بالتحديد؟ بصي، انا مش بتكلم عشان الحادث حصل. اخويا في بلكونته لقى ضرب نار جامد جدا على الناس. ايوه. فابتدى يصورهم، فواحد شاور له عليه من الناس اللي بتجري من المظاهرات اللي مش سلميه. فاداله رصاصتين، واحده دخلت من الفك وخرجت من الجمجمه. ايوه. وواحده دخلت من الرقبه واستقرت في الكتف. ايوه. ومن لغايه دلوقتي بتاعه الجمجمه مستقره في الجمجمه. المشكله الاكبر ان في كميه جثث كتيره جدا في القصر العيني، ومحدش عارف يطلع الجثث بتاعته من امبارح على بال ما تتنقل وكيل النيابه للاسم لتقارير الاسم. يعني مش قادره اقول لك بهدله، كل الناس كميات جثث رهيبه ومفيش حد عارف يخرج الجثمان بتاع الناس. حتى يعني اخوكي جثته داخل القصر العيني بقالها يوم ونص، مش عارفين من امبارح الساعه 4 مش عارفين نخرجها والى الان. وده جدا انا مش قادره اصدق ان حتى يعني انه مفيش اجراءات سريعه، مفيش اجراءات استثنائيه. اخويا وزيه كتير شباب من كمان الناحيتين. طب هما بيقولوا لك الرد ايه؟ بيقولوا لك الرد ليه مش عايزين يسلموكوا؟ الرد القصر العيني يقول لك انا مش ماليش دعوه بقرارات وزاره الصحه، وزاره الصحه تقول القصر العيني تابع لجامعه القاهره، وكل واحد بيرمي على الثاني كالعاده. وكلاقي النيابه بتوجههم بنتابعهم بالتليفون الشخصي عشان يتحركوا من مكانهم ويجوا. وطبعا كل وكيل نيابه بيعدي على 5 6 7 8 مستشفيات. انا سمعت ان علشان تخرجي الجثه بتمضي تعهد بان الاصابه كانت اصابه بخرطوش. اذا عايزه اخرجه من غير تحقيق نيابه واخده على مسؤوليتي الشخصيه عشان يطلع لي في نفس الوقت في اقل من ساعه امضي تقرير على مسؤوليتي او مسؤوليه الاهل ان ده منتحر. منتحر؟ ايوه. طيب احنا يعني احنا مش هنفوت الكلام ده، وهنحاول الوصول لحد في القصر العيني بعد اذنك عن طريق قناه صدى البلد. انا طبعا يعني انا بحتسب اخويا شهيد عند ربنا سبحانه وتعالى، واذا كان على دمه القصر العيني محتاج اكياس دم كتيره جدا ومحتاج متبرعين كتير. بنناشد مره ثانيه اي حد قبل حظر التجول النهارده، وقلنا ده من يا جماعه الناس اللي محتاجه تبرع بالدم. التبرع بالدم القصر العيني لازم. يعني انا اتمنى ان ربنا يتقبل مننا يعني ده، واتمنى من الناس تنزل صحه اللي نفسه خلاص لقاء نحتسب عند الله شهيد. قلبنا معاكي، ربنا يصبرك انت واهلك واسرتك، واحنا مش هنسيب الموضوع ده. احنا هنكلم حد دلوقتي حالا في القصر العيني، ولازم او من وزاره الصحه او من النيابه او من يهمه الامر لو سمعنا وعنده نخوه وعنده نقطه ذره دم، ان هو يحل مشكله الجثث اللي موجوده، ان هي يعني ترجع لذويها علشان اكرام الميت دفنه وما يبقاش حزن مزدوج. وقلبي معاكي، والبقاء لله وحده، نحتسب يا رب عند الله شهيد. يا جماعه دلوقتي حالا اللي بيسمعنا ينزل يتبرع بالدم في القصر العيني القديم او الفرنساوي، او في بنك من بنوك الدم، او في اي مستشفى خاصه. ينزل يتبرع بالدم في اي مكان، في الهلال الاحمر، في الصليب الاحمر، في اي مكان. انتوا اللي عليكم عيب انكم تدوروا تتبرعوا بالدم فين. اعملوا شويه مجهود. التبرع بالدم دلوقتي احسن من التبرع بالفلوس. تقدروا تنقذوا حياه بني ادم بالتبرع بالدم. التبرع لكل من هو مصاب. محدش يقول اصل الدم ده رايح لمين وده رايح لمين. البني ادم المصاب ربنا هيحاسبكم عليه لو تقدروا وانتوا اصحاء انكم تتبرعوا بالدم وما تبرعتوش. دلوقتي قبل حظر التجول ما يبدا الساعه 7 عايزين نسمع عن كميات هائله من التبرع بالدم. المصريين جدعان مش جبنه. اتبرعوا بالدم ارجوكم. وارجوكم لو زمايلي بس احمد مجدي رئيس تحريرنا لو نقدر نتصل بحد في القصر العيني نتاكد من موضوع حكايه ان لازم يكتبوا اقرار بالانتحار، لان ده غير مقبول بالمره، وما يبقاش في خساره مضاعفه او الم مضاعف لاهالي الشهداء او اهالي المتوفين من اي فصيل. ولا ده ولا ده يتبهدلوا، كفايه فقدانهم ولادهم. طيب معانا الدكتور تيمور مصطفى مدير القصر العيني الفرنساوي. يا دكتور تيمور.
اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور تيمور. احنا عايزين مساعده، الاهالي مش عارفين يحصلوا على جثث ابنائهم. لا الموضوع ده اتحل خلاص اتحل. لا جثث ابنائهم ايه الموضوع ببساطه، لان ده خلاص يا استاذ اشرف، لا قدامي خلاص اتخلص ازاي ده؟ ويطلعوا عادي. ده في ناس بتتصل بينا لغايه دلوقتي يا دكتور تيمور. حضرتك لا انا بقول لسيادتك خلص خلاص، انا بقول لحضرتك. طب هل هيمضوا برضه ان هو منتحر؟ حاجه اسمعيني بس اسمعيني، خدي بالك من حاجه، ان في اجراءات في هذه الامور لابد انها تتم، تفهميني؟ يعني في اجراءات بتبقى قانونيه في هذا الموضوع، لكن صدقيني الموضوع خلص خلاص، ما فيش اي مشاكل. هل لازم يمضوا اقرار ان هو منتحر؟ لا 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 لا، مين قال الكلام ده؟ لا لا خالص. دلوقتي لقاء سويدان شقيقها جثه هامده تحتسب شهيد موجود. منتحر ما فيش حاجه اسمها كده نهائيا، ما فيش. طب ليه وطبعا غلط ان تكتب حاجه زي دي. ليه؟ ما هي ما رضيتش ومش عارفين، بقالهم يوم ونص مش عارفين يحصلوا على الجثه. لا عندنا يوم ونص. لا عندنا احنا هنا. ايوه يا فندم. لا انا اسفه، في القصر العيني القديم. لا انا بتكلم على عندنا هنا. طب ما تحاول تساعدنا في القصر العيني القديم كمان، لان في معظم الجثث موجوده في القصر العيني القديم. اسمعيني بس اسمعيني. شوف يا محسن التليفون، القصر العيني الثاني دي اداره ثانيه غير انا خالص، انا ليا هنا بس. طب قول لنا نتصل بمين؟ ممكن سياده عميد الكليه. طب لو سمحتي احمد مجدي رئيس تحريرنا ممكن نتصل بسياده عميد الكليه وبعد اذنك يا دكتور تيمور. هو في ناس محترمين جدا. انا عارفه كلكم دكاتره ومحترمين وعلى راسنا. صدقيني ما فيش حاجه اسمها حد يكتب انتحار. ليه؟ عشان ايه؟ ليه؟ طيب ليه؟ دلوقتي سؤال مهم، اللي عايز يتبرع بالدم يتبرع فين؟ والله بصي، بالنسبه للتبرع بالدم انا كمستشفى حاليا فرنساوي مش محتاج عدد كبير او مش في زنقه. طيب مين اللي في زنقه؟ لكن اسمعيني بس، لكن لو هناك احد المتبرعين او بعض المتبرعين يحبوا التبرع بالدم عندي طبعا مرحبا بيه، مفيش اي مشاكل. مفيش مشكله خالص، يتفضلوا 24 ساعه يتفضلوا في بنك الدم اللي هو في الدور الاول عندنا في اول دور. طيب وانتوا طبعا بتدوا للقصر العيني القديم كمان؟ هو غالبا اللي بيحصل، بص حضرتك، اللي بيجي ممكن بيحصل فيه زي نوع من التبادل. لما مثلا في منطقه بيقل فيها شويه او حسب حاجه زي دي. يعني امبارح كان الضغط عندي انا كان كتير لان كانت الشبكات قدامي. ايوه فممكن يبقى الضغط عندي اكثر، ما هي حسب اماكن الاشتباكات. طيب لكن ربنا يسلم باذن الله، ربنا يسلم. دكتور تيمور مصطفى مدير القصر العيني الفرنساوي، انا بشكر حضرتك. بتمنى ان احنا نتصل بحد كمان في القصر العيني القديم لو سمحت. احمد مجدي رئيس تحريرنا برضو يتصل بيه، علشان لو حقيقي زي ما لقاء بتقول عدد الجثث عدد كبير وعايزين يمضوهم على انتحار، يبقى ده تهريج، وعايزين نتاكد ونتبين من حقيقه الموقف.